ما تعرفش الفرق ما بين محمد عبد المنعم وصالح جمعة وابراهيم سعيد، انا اقول لك. الناس عماله تتكلم اليومين دول على عقوبة عبد المنعم، وبيقولوا ده هيبقى زي ابراهيم سعيد وصالح جمعة. لا، ده الموضوع مختلف حبتين ثلاثة. تعالوا على سبيل المثال نمسك صالح جمعة. ده اكتر واحد خد حقه من الاهلي تالت ومتلت، اكتر لاعب يغيب عن التدريبات والاهلي ما بيسيبوش، ده كده كده يعني وقع عليه عقوبات قد كده، وده مش همه ولا في دماغه، وبيقعد يكررها تاني وبرضه يغيب عن التدريب ويتوقع عقوبة تاني وهو عادي جدا. والاهلي قاعد صبر عليه حبة حلوين علشان الولد كان موهوب شويتين. ده وصل بيه الاستهتار ان هو يسيب الدنيا كلها بتدريباته بحياته ويسافر ايطاليا علشان يتصور مع توتي ويسهر معاه. في 2018 توقع عليه عقوبة من الاهلي علشان ما راحش التدريب، وكان ماتش ايه؟ الاهلي والرجاء. في سنة 2020 مع فايلر اتغيب 10 ايام عن التمرين، واتغرم عن كل تمرينة 50,000 جنيه، يعني 500,000 جنيه غرامة. فايلر قال له ساعتها امشي اطلع بره. الخطيب قعد معاه وقال له يا ابني الكار ده مش كارك، ادخل على المطبخ زي ما بتقولوها لي كده كل مرة في الكومنتات. واتفسخ عقده مع الاهلي بالتراضي. راح بعدها على سيراميكا في صفقة انتقال حر. بقى خلاص الولد اتعلم الدرس وهيشتغل على نفسه ويمكن يرجع تاني الاهلي. ابدا، قعد برضه يتدلع وما يحضرش التدريبات ونفس العلقه اللي فاتت. جه الباشمهندس ابو العينين لم الصنايعيه وجاب المتر ورفع مقاسات وقال له بقول لك ايه، الكار ده مش كارك، روح على المطبخ. وجس وات اتفسخ العقد بالتراضي. ييأس بقى هو ويقعد في البيت ويقول الكار ده مش كاري؟ ابدا، يروح الاسماعيلي كلاكيت تالت مره. لما راح بقى الاسماعيلي نفس الكلام حصل هو ونفس الاستهتار، لدرجة ان هو لم اللعيبة وسابوا الماتش وقعدوا يفطروا. توقع عليه غرامة مالية كالعادة وعقوبة كمان. ميدو وقتها كان ماسك الاسماعيلي وجابه في مكتبه وقعد يفهمه يا ابني يا حبيبي اكل عيشك، خد بالك. صالح جمعة قال له حاضر، هخاف على اكل عيشي حاضر، من عيني دي قبل عيني دي من عينيا حاضر. وبعد كده زحلق ميدو بالصابونة. جه رئيس نادي الاسماعيلي يحيى الكومي عمل معاه زي ما عمل مع الخطيب وابو العينين وقالوا له على المطبخ. الاسماعيلي جه بقى قال لك ايه، اكون انصح من الاهلي وسيراميكا واعرضه للبيع واكسب فيه فلوس. تخيل عايز يستثمر فيه مع ان الاهلي وسيراميكا ما كسبوش فيه ولا جنيه. تحب اقول لك على حاجه؟ الحق افسخ العقد وخليه ينتقل انتقال حر زيه زي ما عمل في الاهلي وسيراميكا. عارف ليه؟ لانك مخليه عندك وبتدفع له فلوس ومحدش هيدفع فيه جنيه. سلام.